ما خفي كان أعظم عن هذه اللعبة. لن ننتظر حتى تصل إلى مرحلة حالات الوفاة لمعرفة الحكاية. تابعوا هذا التقرير. كي تصل الرسالة جيدا نستمع لصوت والدة إحدى المصابات. عدد الخرز اللي أكلته وقتها عبارة عن 37 خرزة مع بعض، بس إنها هي كلتهم أكيد متفرقين عن بعض. لما دشوا داخل المعدة بدأوا يلتصقون مع بعض، عبارة عن مغناطيسات تجاذبت. الخرز بدأ يتلاصق مع بعض، يتجاذب وسوى ثقب في المعدة وسوى ثقب في الاثنى عشر، فاتصلت وصارت عبارة عن حلقة كاملة كأنها المصباح داخل المعدة. هي لعبة مغناطيسية يلهو بها الأطفال ظاهرا، لكن ما نشاهده من حالات مصابة في المستشفيات يدعونا إلى دق جرس الإنذار لهذه اللعبة المخيفة. وللتعريف أكثر فإن لعبة الخرز المغناطيسية تكونها أكثر من 200 قطعة مستديرة صغيرة الحجم من مغناطيس نيوديميوم، يمثل شدة انجذابه 15 مرة ضعف المغناطيس العادي، الأمر الذي يشد الأطفال إلى اقتنائها. الأطفال في الأعمار المختلفة أقل من 10 سنوات، من سنة إلى 10 سنوات ممكن أن يبتلعون الخرز المغناطيسية أو يستنشقونها وتروح بالرئة. مشكلتها قوتها المغناطيسية الشديدة، بحيث إذا الطفل ابتلع أكثر من حبتين في توقيت مختلف راح يلتقون داخل البطن، واللي يصير أنه راح يعملون ثقوب معوية ومعدية، بحيث أن الخرزة اللي موجودة بالمعدة ممكن تلتقي مع اللي موجودة بالقولون ويفتحون على بعض. توصيات طبية بمخاطبة وزارة التجارة لسحب اللعبة من الأسواق ومنع استيرادها. تم عمل كتاب يضم إحصائية سريعة بعدد الحالات الواردة وخصوصا الشهر الماضي، وفي الطريق لاتخاذ إجراءات بالتعاون من وزارة الصحة مع وزارة التجارة لسحب هذه اللعبة من الأسواق ومنع استيرادها. واتجهنا إلى محلات بيع اللعبة لمعرفة رأي البائعين. هذا الشراء حقبناه، يعني هي مش خطوة زيادة، بس يعني أهم حاجة يكون فوق ال3 سنين تحت مراقبة أولياء الأمور، بس كده يعني مفيهاش خطورة زيادة. منع هذا المنتج في أمريكا ودول أوروبا بعد رصد أكثر من 7000 حالة لابتلاع الخرز، رقم يدق ناقوس الخطر للعبة تهدد حياة أطفالنا. لتلفزيون المجلس، رياض العبادي.